نعترف بثقافته الواسعة، نعترف بحبه لكل أبناء الوطن، نعترف بأفضاله الكثيرة على الفقراء والمساكين، كم من بيوت فتحها وكم من بيوت سندها. كل هذا ندعو الله له أن يجعله في ميزان حسناته. لكم الكلمة والتهنئة من المهندس الاستشاري إسماعيل نصر الدين، الأمين العام لحزب حماة الوطن في جنوب القاهرة. باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، شرف لي أن أكون في هذا المكان اللي بعتز بيه، وشرف لي أن يكون نيافة الأسقف الذي أعتز به على مستوى شخصي أبونا اثناسيوس، هذا الرجل الذي يملك قلبا يسعى لحب الناس كلها، ويملك قلبا يهدي كل الناس، وقلبا يؤكد على شيء كلنا بنتمسك به، ان احنا ابناء شعب واحد، شعب هيحط ايده في ايد بعض، تكاتف عشان نحيا الحياه الجميله ونحقق لينا ولاولادنا واحفادنا كل ما يتمنوه من مجتمع مجتمع فيه كفايه، مجتمع فيه حب، مجتمع فيه رفع لمستوى حياه الناس. كلنا بنعاني، ولا بد ان احنا نذكر الحقيقه في معاناه، ولكن هذه المعاناه هدفها من اجل بناء وطن قوي، وطن لا يستطيع احد ان ياخذ هذه البلد اللي بنعيش فيها مننا. احنا شعب واحد وهنعيش ايدينا في ايد بعض، وطول ما ايدينا في ايد بعض هذه البلد هتظل قويه وتقاوم كل من يريد ان يغتصب هذه الارض الطيبه او يضرها او يمنع نجاح مسيرتها عشان بناء وطن طيب. انا جاي بكل فرحه، لان انا مش جاي انا اقول اعيد عليكم، لا، ده انا جاي اعيد معاكم. احنا واحد، فرحكم وسعادتكم هي فرحنا وسعادتنا. والمقولة العظيمة ان مصر وطن يعيش فينا ولا نعيش. بتمنى ان ربنا يعيد عليكم هذه الايام الطيبه وذكرى ميلاد المسيح، ده فرح للعالم كله، فرح للعالم كله. ان شاء الله ربنا يعيد هذه الايام بالخير والصحه والسعاده، وكل سنه نزداد فيها خير لصالح بلدنا وولادنا واحفادنا، بوجود الناس اللي قلبها يعني انا والله اذكر حقيقه جوايا، هذا الرجل يملك قلب عظيم، ويملك قلب عظيم لابد ان ربنا هيبقى راضي عنه، واحنا نبقى حابينه، وربنا يجيبه لينا. كل سنه وانتم طيبين جميعا.